سمع. جئنا لنشارك أخواننا المغاربة في أفراحهم بذكرى المسيرة الخضراء التي مثلت عبقرية الملك الحسن الثاني. جئنا هنا بين أهلنا وإخواننا مؤكدين على موقف أخلاقي، موقف إسلامي، موقف يعني طبيعي جدا أننا مع وحدة التراب العربي والمغربي وأي دولة عربية، لا نرضى بالتقسيم. أنا يمني أعاني من التقسيم في بلدي وأدري ما هي ويلات التقسيم وماذا يعني، وأن هناك تآمر على تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ. لذلك كان له موقف صريح وواضح بمغربية الصحراء ورفض أي محاولة لفصل الصحراء عن مغربها أو المغرب عن صحرائه. فكرة التقسيم ما فيش أي مواطن عربي يقبل بتقسيم أي دولة عربية، وإحنا ضد أي تقسيم أي دولة عربية. بالنسبة لزيارتنا في للمغرب دي كانت أول مرة، ويعني إحنا فوجئنا يعني على معلوماتنا إن المغرب زيها زي بعض الدول العربية، ما فيش أي بنية تحتية أو كده. فبصراحة انبهرنا بالبنية التحتية اللي شفناها في المغرب في كل المدن اللي زرناها. أنا شخصيا بالنسبة لمدينة العيون كان في مفهومي لغاية امبارح بالليل صحراء، مجرد صحراء، شوية بيوت في الصحراء، أكواخ أو كده. لكن انبهرت لما لقيت مدينة كاملة متكاملة، مدينة حديثة، بنية تحتية. نسمع كتير عن المغرب وقد ايه المغرب جميلة، بس طبعا اللي سمع غير اللي شاف. لما جينا طبعا احنا يشرفنا ان احنا نبقى موجودين في الاحتفالية العظيمة دي، مرور 47 سنة على المسيرة الخضراء. وزي ما قال اخونا حمو، احنا حسينا حب المغاربة وقد ايه هم شعب جميل ومضياف، ومش عارفين نقول ايه من الحفاوة اللي احنا شايفينها. دي حقيقة يعني. يأتي تنظيم هذه الجلسة الموضوعاتية ضمن سياق الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وفي أعقاب المكاسب والرهانات التي حققتها المملكة على مستوى قضية الصحراء المغربية.